يا مساء الخير. الصينية دي من ألذ الصواني اللي ممكن تجربوها. صينية متكاملة فيها النشويات بطاطس، وفيها البروتين الفراخ، وفيها كمان الخضار وهو السبانخ. هنعمله خلطة بالبصل والثوم وكمان هنضربه، يعني هتبقى صلصة سبانخ مناسب قوي للناس اللي ولادها مش بياكلوا السبانخ لأنه طعمه لذيذ جدا. فتابعوا معايا الفيديو وهتشوفوها وتجربوها بإذن الله وتعجبكم. اول خطوة عندي هي الفراخ جبتها صدور عادية، قطعتها شرايح الى حد ما متماسكة كده، مش رفيعة زي تقطيعة الشاورما. اتبلها بقى بتوابل بسيطة، معلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان عندي اي بهارات فراخ عندكم ممكن تحطوها. لو مش متوفرة مش مشكلة خالص، ممكن تحطوا توم باودر، ممكن تحطوا بصل باودر، اللي بتفضلوه. الوصفة ما فيهاش صح وغلط، او ما فيهاش اضيف دي او ما اضيفش دي. اللي بتحبيه من البهارات حطيه على الفراخ بتاعتك. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وعندي طاسة سخنة هضيف فيها شوية من زيت الزيتون او الزيت العادي النباتي، وقطعة صغيرة قوي من الزبدة. الطاسة سخنة جدا عندي، هضيف فيها الفراخ بالتدريج واحدة واحدة. وانا بحط معلقة الفراخ ابدأ بس احاول على قد ما اقدر ان انا افتتها، لا عشان ما تنزلش ميتها. والنار عندي بالمناسبة بتبقى عالية جدا. رصيت كل كمية الفراخ زي ما انتم شايفين، النار عالية زي ما قلتلكوا، بسيبها مش بقلبها خالص لحد ما ببقى متأكدة ان الطبقة اللي تحت دي اخدت اللون الذهبي اللي انتم شايفينه قدامكم ده. في الوقت ده هبدأ ان انا اقلب عادي واسيبها برضو شوية على الطبقة التانية، ومن وقت للتاني اقلب. بهدي بقى النار عليها، نار متوسطة، وبغطيها لحد ما تستوي تماما. على ما كانت بتستوي او بجهزها كنت مقطعة 6 بطاطسيات وسط كده، وسلقتهم سلق تام. عندي بقى ههرسهم بأي شكل انتوا بتحبوه، بالشوكة او بالهراسة دي لو عندكوا، او بأي حاجة عندكوا تقدروا تهرسوا بيها البطاطس بتاعتكم. انا عندي هرست البطاطس دي، حطيت فيها البطاطس وهرستها وخلصت كل الكمية اللي عندي. هبدأ اضيف عليها شوية اضافات. عندي قطعة صغيرة من الزبدة، ملح وفلفل اسود، وعندي كمان رشة بسيطة من الجوز الطيب، ومعلقة من الجبنة الكريمي لو موجودة. لو مش موجودة خلاص مش مشكلة. وشوية صغيرين من الجبنة البرمجان أو الجبنة الرومي، أي نوع جبنة عندكم ممكن تحطوه. مش هنحط لبن، مش هنحط كريمة، لأني أنا محتاجة قوامها زي ما انتم شايفينه كده، قوام متماسك. بس كده عندي الفراخ استوت، وعندي كمان البطاطس اتعملت. الفراخ زي ما قلت لكم كده خلاص استوت واخدت سواها تماما. هشيلها بقى خالص من الطاسة اللي احنا حاطينها فيها دي، عشان نفس الطاسة دي هنعمل فيها صلصة السبانخ. شلت كل الفراخ، وفي نفس كمية الدهون الموجودة دي مش هضيف تاني. هضيف بقى نص بصلاية مبشورة، او لو بصل صغير عندك تقدري تبشريها بس، وكمان فصين من الثوم. هقلبهم تقليبة كده على نار متوسطة. انا مش عايزة البصل يدبل ولا اي حاجة، مجرد ما بحطهم بقلب تقليبتين صغيرين. وهبدأ ان انا اضيف المكون التاني اللي هو السبانخ بتاعتي. انا عندي كيس سبانخ جاهز مغسول ومتنضف وكله تمام على العمايل. انتوا لو السبانخ عندكم محتاجة تتغسل بتغسلوها كويس جدا 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 اكتر من مرة، عشان بيبقى فيها رمل، وبتحطوها زي ما هي او بتقطعوها. احنا هنعمل الخطوة دي هنضرب فيها السبانخ. يعني انا محتاجة صلصة سبانخ، مش مجرد ان سبانخ تبقى سوتيه كده على في الطاسة وبنحطها على الصينية. هحط كمية السبانخ اللي عندي. استخدمت تقريبا 400 جرام من السبانخ. في الاول بتبقى زي ما انت شايفينها كده واخدة كل الكمية، ولكن اول ما بتشرب بخار او بتستوي بتكش خالص في حجمها. فبحط كل الكمية عادي في الطاسة، وبغطيها كام دقيقة كده. واول ما برفع عليها النار زي ما انت شايفين كده، هي خلاص ما بقاش فيها حجم اصلا. بهدي بقى النار، او هي اصلا النار كانت هادية عليها. بقلب بقى كويس قوي الثوم مع البصل مع السبانخ بتاعتي كويس جدا. وبعد ما بقلبها شوية السبانخ
يعني هي ما بتاخدش اي وقت في السوى. اول ما بتدبل خدتها عندي في الكبة وضربتها من غير اي اضافة، وهرجعها تاني في نفس الطاسة اللي كنا شغالين فيها. الاضافات بقى اللي هنحطها على السبانخ دي عشان تدينا صلصة السبانخ او يبقى سبانخ صوصي حلوة كده وناعمة. هحط شوية من المية في نفس الكبة اللي انا ضاربة فيها السبانخ، بحيث ان اي بواقي السبانخ تنزل معايا، وبقلبها كويس ان انا بس افك السبانخ منها. وهبدأ اضيف عليها يا اما كريمة يا اما لبن، نص كوباية من الكريمة او نص كوباية من اللبن اللي تفضلوه. لو عندكم جبنة كريمي تاني ممكن تضيفوا نص كوباية من اللبن وعليها معلقة جبنة كريمي مثلا. وبعد كده بقى هضيف توابل، فلفل اسود، وعندي كمان بابريكا، وعندي كمان ملح. بظبط ملحها كويس جدا علشان ما يبقاش عندي الصلصة طعمها مش مظبوط. ويا اما تضيفوا كوباية من المية مع مكعب مرق، او لو عندكم شوربة بتبقى احلى بكتير بالشوربة، تقدروا تضيفوها في المرحلة دي. بنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض وبنعلي النار شوية علشان محتاجة صلصة السبانخ دي تغلي معايا، واتأكد ان هي امتزجت مع كل التوابل اللي احنا حطيناها. خلاص السبانخ او صلصة السبانخ عندي غلت، ريحتها بتبقى حلوة جدا. وتأكدوا من الملح بتاعها، لان الملح بتاعها لما بيكونش مظبوط مش بتحسوا بطعمها وبتحسوا ان طعمها مش حلو. فظبطوا الملح بتاعها كويس قبل ما تحطوها في الصينية. عندي بقى الصينية اللي هتدخل الفرن، اول طبقة هحطها فيها هي طبقة البطاطس اللي احنا عملناها. عشان كده انا قلت لكم مش محتاجين على البطاطس اي البان او اي سوائل، سواء كريمة او لبن، لان هي هتبقى الطبقة اللي تحت في الصينية. وصلصة السبانخ هتبقى كافية جدا ان هي تبقى سائل كده وتخلي كل الصينية جوسي وسايلة. هوزع بقى البطاطس عندي اول طبقة، وبعد كده هضيف عليها الفراخ واوزعها برضو بنفس الطريقة. اخر حاجة بقى هحطها هي صلصة السبانخ اللي احنا عملناها. ريحتها بتبقى حلوة جدا وطعمها حلو قوي. تنفع تعملوها كمان لمكرونة بس سمكتها بتبقى شوية اتقل. وبس كده الوصفة خلصت. شوية جبنة على الوش وبتبقى جاهزة ان هي تدخل الفرن. الفرن عندي انا مسخناه على درجة حرارة 200، وبعد كده بحطها في الرف اللي في النص قبل ما تدخل الفرن. بيبقى عندي شوية من الجبنة الموتزاريلا، انا تقريبا كانوا 200 جرام، بس الكمية المتوفرة عندك، او اي نوع كمان جبنة ينفع معاكي، اي نوع جبنة مبشورة تنفع معاكي. بدخلها الفرن، كل المكونات بتاعتها مستوية ولكن بتبقبق شوية كده في الفرن، وتحسوا ان كل المكونات اختلطت ببعض. تقريبا تلت ساعة نص ساعة بالكتير قوي، ما تزودوش عليها. وبعد كده بفتح لها الشواية تحمر من فوق، بتبقى شكلها لذيذ وريحتها حلوة قوي قوي قوي، وولادكم مش هيعرفوا ان فيها سبانخ. بعد كده بقى قدموها بالشكل اللي تحبوه. لو انتوا ماشيين على دايت او بتحبوا الحاجة تبقى صحية اكتر، خلاص الطبق متكامل ومش محتاج اي حاجة تانية. لو بتحبوا الرز تقدروا تعملوا جنبها رز ابيض. الوصفة خلصت، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واللي لسه مشتركش في القناة ينزل ويشترك ويشارك كمان القناة مع اصحابه. واشوفكم باذن الله في وصفة جديدة عن قريب. مع السلامة.